السلام عليكم. أول شيء أعتذر عن التأخير. صراحة دخلت كذا صدفة في أحد المواضيع الردود ولقيت رد الأخ بدر. بالنسبة للمنظور، طبعا المنظور عادة يكون فيه يبدأ أو أساسه لنقطة التلاشي. نقطة التلاشي هذه يطلع منها خطوط العناصر مثل خطوط هذول الآن هذا وهذا الأبواب، هذا زاوية السقف مع الجدار، وهذا نفس العملية جهتين. هذا ممر زي ممر مستشفى مثلا كبير أو أيا كان. الخطوط اللي فوق هذول الإنارة اللي فوق. وشلون نرسم الأبواب؟ وأنت ترسم الباب ترى دائما يرسمون خطوط مايلة بالشكل هذا، يعني تميل منهم أو النسب أو الاتجاهات. فالأفضل أنه يكون موازي للخط هذا، يعني يستحسن أن يستخدم فيه المسطرة، وهذا شغل المهندسين فيه. الآن هذه الأبواب علشان نبين عمق الأبواب ناخذ خط كذا مايل وخط من هنا وخط على فوق اللي هو سماكة الجدار، وهنا زاوية الباب والثانيات. مثل طبعا الثاني اللي بعده له بالشكل هذا يصغر، الثاني يكون أصغر، هذا كبير، هذا أصغر، هذا أصغر لين نصل. طبعا خلاص آخر شيء بالأخير تكون الأبواب على شكل خطوط، ما راح تميز شكلها. بيكون تمثيلنا على الأبواب القريبة، البعيدة ما راح تبين تفاصيلها. نجي الآن نمسح الخط هذا، انتهى دوره اللي هو خط اتزان مقاسات الأبواب. هنا بتبين الأبواب أكثر، كل ما راحت خلاص ما يبين لها تفاصيل. هنا لا، تبين مسكة الباب والدخرة والعمق والشغلات هذه. بالنسبة لإضاءة السقف تكون بالشكل هذا، لمبة طويلة، كل ما تبعد كل ما يتقاربن ويقصر مقاس اللمبة. إلين خلاص يكون على شكل واحد، يعني ما راح تفرق بين اللمبة والثانية. تيجي الآن لسماكة اللمبة هذه وتمسح الخطين هذول الخطوط حقت اتجاه ومقاس اللمبة. تمسح الخط هذا، تمسح الخط اللي هنا، وهكذا، وكل وحدة يبين السماكة حقتها لين خلاص شبه انها تختفي، ما عاد يبين تفاصيل اللمبات. تكون خط واحد مثل مواسير الكهرباء تشوفها الآن بالشارع، تشوفها كذا بالنهاية يبين لك كانت جدار، يعني من رصتهم جنب بعض. عذرا انا كنت مسوي زوم ويبدو انه كان مختفي هذا. الان بس بخلي الممر والسيب هذا يكون لاف. بنمسح اللي هنا. احنا استفدنا من نقطة التلاشي بحيث انها ضبطت لنا مقاسات واوزان هذولي. اذا كان الممر هذا لاف نقص من هنا ونسكر الخط هذا. من هنا بيجي الخط لفة للممر تيجي تشتبك مع الخط هذا، وهذا يجي من هنا. طبعا ما هو من الزاوية ولا هو من الزاوية اللي فوق، من تحتها هنا من فوق الزاوية هذه تيجي من هنا تشبك مع الخط هذا. في باب هنا أنا مسحته. لما تكون الأبواب مواجهة هنا تكون على شكلها الطبيعي. طبعا يستحسنها بقياس بالعين، يعني تكون على نفس مقاس هذولي. الباب هذا مواجه ياخذ وضعه طبيعي على بعمقه، بعمق الباب، مسكة الباب، الشغلات. إذا بتخلي الباب مفتوح مثلا كذا كنوع من التغيير. وهذه اللفة حقت الممر ممكن عاد تسوي. طبعا أنا كنت حاط الخط هذا، قلت ما هو لازم أحط أبواب، خلاص مثلنا هنا. إذا بتخلي بتحط مثلا الناس جايين طرف مثلا طاولة مثلا من هنا، شخص ماسك الطاولة ويمشي مثلا مستشفى أو أيا كان، يعطيه واقعية أكثر. إذا بيكون في أحد قريب هنا لا، بيكون أطول الشخص اللي من هنا. وهكذا طبعا وتحاول تضبط نسبة الرجل أو الشخص مع نسبة الأبواب، يعني ما يكون صغير أو كبير. هذه تقريبا اللي هو المنظور. بالنسبة للإضاءات بتكون هذه رايحة من هنا، بعدين تبدأ خلاص تاخذ السماكة اللي هي حقت الجوانب اللمبات بالشكل هذا، وهنا طبعا تختفي خلاص تروح. وهذا تقريبا الشكل. إذا بتحط هنا مثلا مزهرية، مثلا بتحط هنا كرسي. الكرسي كان يفترض أن يسوي له خطوط، بس نسويه بشكل كذا باليد المجردة بدون مسطرة بدون. هذه كراسي
وهذا هو المنظور. هذا كل شيء، يعني شرح مبسط ولعله يكون وصل الفكرة. هذا طبعا بالنسبة للأشياء الممتدة أو الأشياء الرتيبة. أحيانا يكون فيه مثلا بحر كذا، هذا ما يسمى، ما فيه نقطة تلاشي، هذا يكون فيه خط تلاشي، لأن ما فيه نقطة معينة. نقطة معينة شارع، ممر، صفة سيارات، صفة مواصيل، حتى الأشجار مثلا نسبها هذه الأشياء الرتيبة اللي هي أبواب والأشياء المعمارية. لكن مثل الأشجار نطلع خط للجزء السفلي منها، اللي فوق ما يقيد، تسوي خط بس ممكن انك تزيد واحدة تنزل، ما لها مقاس معين وما لها حجم معين.